السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد وروتين جديد. طبعا انا مكسلة خالص يا جماعة من ناحية التصوير، مش لاقي اي حاجة تشجعني بصراحة، هنكذب عليكم. ماشي، الفراخ بتاعتي غابت كام يوم كده، مفيش بيض ومفيش اي حاجة، فانا قلت بقى اعمل لهم خلطة وافضل يومين شوية كده عليها على الخلطة دي لحد ما يبيضوا، وبعدين نتصور مع بعض. جبت لهم شويه اكل كده وعلف بياض وخلط كده على بعضها، حشيش على علف بياض على حاجات من ديت، وعملتها لهم يوم الثلاث. يعني كان يوم تلات. ماشي، يوم الخميس اول فرخه بضت معايا، يعني بعد ما حطيت الخلطه بيومين حطيت علف بياض على حشيش على علف تسمين على عيش ناشف. ماشي، بعد الخلطه بيومين الفراخ باضت على طول بفضل الله. وبعد كده النهارده بقى قلت نطلع نجمع البيض من عندهم ونطلع نصور معاهم روتين كده، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. وانا والله مكسله خالص من ناحيه التصوير، لان انا اصلا ما بنزلش الفراخ، وكنت تعبانه الفتره اللي فاتت، عشان كده هتلاقوا الفراخ ناقصين واحده، لان انا اكلت الفرخه اللي كانت ناقصت دي. بصراحه مش هنكذب عليكم، الفراخ البيضه طبعا غاليه، كنا عاوزين نجيب دوره مع بعض كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، بس عشان الاكل مش عشان حاجه، عشان ناكلها. لقيت ان العلف غيله وقلت بقى لا خلاص، طالما عندي فراخ نتصرف من الفراخ وناكل منهم. طبعا حط لهم فضلات الاكل اهوت، وجايبه لهم عيش ناشف اهوت بنكسره. ماشي، ونصور مع بعض بقى البيض، ونشوف هم بيضوا بيض قد ايه النهارده كده. انا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بنجيبه ونيجي حطاه كده. ماشي، نجيب طوبه ونعمل كده. في ثواني كله اتكسر. نعمل فيه اهو. طبعا يا جماعه لما تلاقي الحاجه بتاعتكم كده قلت في البيض او قلت في الكبرى او اي حاجه، طبعا لو الحاجه ما بتكبرش هتحط لها علف تسمين، لو الحاجه ما بتكبرش هتحط لها علف بياض. وطبعا احنا ما بنحطش كتير، ده انا جبت كيلو وحطيته على تشيش وعلى عيش، يعني مليتهم نص شكاره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ماشي، كيلو واحد محطيتش كتير، عشان برضه احنا ما نستغناش عن البيض وكده. لهم بقى يا جماعه العيش الناشف زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، كسرته كله. وبعد ما كسرته بقى هنحط لهم كده عندي دشيش، هنقلب له عليه شويه دشيش وشويه اكل من الخلطه اللي احنا كنا خلطينه. طبعا ده البيض بتاعهم النهارده بسم الله ما شاء الله. لازم اقول لكم ان هم كانوا قعدوا فتره طويله ما فيش بيض خالص، وهو ربنا رزقنا منهم. طبعا في رمضان البيض ده مهم جدا، عشان برضو السحور وعشان الاطفال اللي عندك لو متبقاش صايمه، فلما انت تتعبي شويه وتدفعي شويه علشان خاطر البيض. يعني احنا جبنا ب20 جنيه علف بياض او كيلو تقريبا، هو الكيلو كان ب16 معرفش وصل لكام، بس انا كنت جايبه ب20، هو تقريبا كيلو يعني ب20 جنيه. وتجمعي كل يوم بيض زي دوت. بعد ما حطيت العلف البياض مش هيجي في ال20 جنيه. الخمس بيضات يا جماعه ب10 جنيه عندنا في الارياف، وفي المدينه البيضه على كلام الناس الله اعلم ب4 وب5. يعني لما تجيبي ب20 جنيه علف بياض مش حاجه، بس تعملي تكسبي من وراهم بيض عشان تاكلي الاطفال اللي عندك. يا رب الفيديو بقى بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.